اللي دايما حاسة انها ما بتتحبش من الناس اللي حواليها، وانها بتبذل مجهود علشان تتشاف، وانها كمان مش بتتقدر. احب اقولك ان المشكلة عندك مش عند الناس، وانك مش شايفة نفسك اصلا، وشايفة انك لا تستحقي، فبالتالي الناس بتشوفك زي ما انت شايفة نفسك بالظبط. فانت بتشبعي نفسك او بتملي نفسك باحساس ان الناس لما بتشوفك او بتقدرك، فعلشان كده الاحساس ده بيكون مؤقت او مزيف، لانك انت مش حاطه حدود للناس، فبيكسروا حدودك، فبياخدوكي حق مكتسب، فبيتعاملوا معاكي بالطريقه اللي انت ما بتحبيهاش مع الوقت، وانه الطريقه اللي انت ما بقيتيش تعرفي تقولي فيها لا. فاحب اقولك بمنتهى البساطه والوضوح انه الناس ما بيبقاش عندهم مشكله على قد ما انا عندي مشكله، على قد ما انا مش باصه لنفسي بصه صح، باصه لنفسي بصه دونيه قوي، بصه احساس ان انا اقل بكتير، بصه ان انا ما استاهلش، بصه ان انا بحب نفسي او بشوفها حلوه لما حد بيشوفني بالشكل ده، بشوف نفسي فيه، بشوف نفسي من خلاله. والبنوتة اللي زي دي هتلاقي علاقاتها وحشة جدا، العلاقات فيها استغلال، او فيها ان هي اللي بتلعب دور الراجل، او هي اللي بتفكس او بتهلب ازاي الراجل يبقى عايش، او بتلعب دور الام يعني. فدايما هتلاقي انه المشكلة تحسي ان انتي بقى طول الوقت انك ضحية، وانك طول الوقت بجد غلبانة، وانه ليه الناس بتعمل معايا كده. انتي ولا غلبانة ولا ضحية، انتي مسؤولة عن حاجة معينة اتجمدت جواكي، قللت احساسك بنفسك. فما او من كتر الحاجات اللي انتي عشتيها في الطفولة مع اهلك، اتجمدت جوه على هيئة مشاعر مجمدة، فما تحررتش، فما تعبرتش عنها. فانتي محتاجة تشوفي نفسك بشكل احسن، بشكل صح، تشافي من جروح قديمة، تعرفي انتي عايزة ايه، تحطي حدود، تملي نفسك بنفسك. علشان لما هتعملي ده تلاقي ان كل العالم اللي حواليكي اللي عارفينك بيحبوا يتعاملوا معاكي عشان خاطر انتي، مش خاطر انتي بتعملي لهم مصلحة او بتقدمي لهم شيء او بتخليهم مبسوطين اكتر. هما بيحبوكي عشان انتي، لانك بقيتي شايفة نفسك بالشكل ده.